السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا هاد الطارت هذه اللي متكونه من جوج طبقات، طبقه ديال الكوكيز والطبقه ديال البراونيز. كيف ما تلاحظوا معايا تجي غزاله بمقادير بسيطه سهله في متناول الجميع، بواحد الطريقه اللي بسيطه وتجي بنينه بزاف. هاد الطورطه تجي غزاله شكلا ومذاقا. ما نطولش عليكم، غندوزو مباشره للمقادير. غنبداو بالمقادير ديال الكوكيز اللي عندنا فيها 150 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال حبيبات الشوكولات، 120 غرام ديال السكر سنيده، خماره من وزن 8 غرام، فاني 50 غرام ديال الزبده وبيضه واحده. نقدروا نديروا هذه هي الطبقه الاولى او لا هي الطبقه الثانيه، يعني اللي بغيتو. كيف ما اننا نقدروا نديروا كل وصفه منهم وصفه بوحدها، يعني الكوكيز بوحدو والبراونيز بوحدو. هنا الطريقه ديال التحضير: تناخذوا السكر سنيده تنزيدوا عليه الفاني، كيف ما تنعرفوا غادي نزيدوا الزبده والبيض، غادي نخلطوا جيدا وعاد باش نضيفوا الدقيق والخماره ديال الحلوى. واخر شيء غادي نضيفوه هو الحبيبات ديال الشوكولاته باش ما تذوبش لينا. غادي نخليكم مع الفيديو. وهنايا فاش نضيفوا الحبيبات ديال الشوكولات ما نخدموهمش مزيان كيف ما قلت لكم باش ما يذوبش. وغادي نحطوا انا في واحد القالب اللي غادي نلبسوا بورق الزبده او ورق ديال الفرن. القطر ديال القالب ديالي انا فيه 24 سنتيم، تقدروا ديريه في قطر اصغر، يعني في قطر ديال 20 غتجيكم شويه عاليه. انا تنفضلها تكون ما تكونش عاليه بزاف، يعني تكون هابطه، تتجي بالنسبه لي انا تكون احسن. هنايا ديال الطريقه البنات باش غادي نقطع الورق ديال ورق الزبده بقياس ديال القالب ديالي. وخليكم مع الفيديو. غادي ندوز نلبس الخليط اللي حضرنا ديال الكوكيز لهذا القالب هذا.
هنا من بعد ما لبست القالب ديالي يعني بهذاك الكوكيز، غادي ندوز نحطو جانبا يرتاح، وغادي ندوزو باش نحضروا الخليط ديال البراونيز. هنا المقادير عندي 75 غرام ديال الدقيق، 75 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال السكر سنيده، شويه ديال الكركاع، انا استعملت هاد الكركاع اللي الحبه ديالو طويله، 100 غرام ديال السكر فاني خماره من وزن 8 غرام، وجوج ديال البيضات اللي انايا نسيت ما حطيتهمش في المقادير، ولكن غتشوفوهم معايا فيما بعد. هنايا اول حاجه تنديرها هي تناخذ هذيك 100 غرام ديال السكر، تندوبها مع 75 غرام ديال الزبده. انا غندوبهم في الميكرووند، ولا بامكاننا ندوبوهم في حمام مريم. زدت عليهم هنايا الفاني والخماره. غادي نحركهم جيدا، وغادي نضيف عليهم البيض، ونضيف باقي المكونات. انا ضفت سكر سنيده، غادي نحرك حتى يذوب عندي شويه سكر سنيده مع هاد المكونات، ونضيف باقي المكونات اللي هما باقي عندي غير الدقيق والكركاع، اللي غادي نحاول نقطعو قطع صغيره، نفرتو غير باليد ديالي البنات، ماشي بالضروره اننا نطحنوه، غير بغيناه يكون شويه طريفات باش فاش ناكلو نحسو بالمذاق ديال الكركاع او بالطريفات ديال الكركاع تحت الاسنان ديالنا. صافي، وغادي ندوز باش نحط الخليط ديالي فوق الخليط ديال الكوكيز. وكيف ما قلت لكم تقدروا تسبقوا الخليط ديال البراونيز هو الاول عاد باش تحطوا فوق منه الكوكيز، ولكن انا هاد الطريقه جاتني اسهل، لان الخليط ديال البراونيز تيكون شويه مرخوف على الخليط ديال الكوكيز، فبالتالي تيجينا اسهل اننا نحطوا الكوكيز من الاسفل والبراونيز من الاعلى. هنايا من مباشره غادي ندخلو الفران يكون سخون مسبقا على درجه حراره 180 حتى يطيب عندي، يوجد تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. دائما تنديروا التيست ديال عود ديال الاسنان او عود ديال الشواء، الا خرج عندنا ناشف معناتها ان الخليط ديال او عفوا معناتها ان الكيكه ديال التناصفي راها موجوده. غادي نخرجوه ونخلوه حتى يبرد عاد باش غادي نقدموه. انا هذا هو الكيك من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل. هنا راه خليته حتى برد عاد باش غادي ندوز، غادي نحيد عليه هذاك الورق ديال الزبده اللي كان في الاسفل، وغادي نرش عليه شويه ديال السكر بودره، هو باش غادي نقدم. يعني الطريقه باش غادي نقدمو هي هذه. بامكاننا نقطعوا طريفات ونحطوا فوق منهم القشده الطريه اللي نطربوها ونحطوا فوق منها شويه، ولكن تتبقى الطريقه هذه بسيطه وسهله يعني سهله في التقديم ديالها. كيف ما تلاحظوا معايا تيجينا على هذا الشكل هذا، وغادي نقطع لكم باش تشوفوه معايا من الداخل كيفاش تيجي. تنتمنى ان فيديو اليوم ووصفه اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. فلا يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك باش تشجعوني انني نعطيكم المزيد والمزيد من الوصفات، وكذلك مشاركة الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. واللي مازال ما شاركش في قناتي يشارك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد فضلا وليس امرا. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.